ابدأ بصب لتر من الماء الساخن فوق جلد 800 غرام من شرائح السلمون، ثم أزال الجلد كما أفعل تماماً. انقل السلمون إلى لوح التقطيع وقطعه إلى 3 شرائح للتتبيل، أضف رشة ملح، رشة فلفل أسود. اقلب الشرائح وكرر التتبيل على الجهة الثانية في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى منخفضة. أضف رشة زيت زيتون. ضع شرائح السلمون المتبلة واتركها تتحمر حتى يصبح لون الجهتين ذهبياً. هذا هو القوام المطلوب. ارفعها من المقلاة واتركها جانباً. افرم حزمة بقدونس فرماً ناعماً جداً في مقلاة كبيرة على نار منخفضة. أضف 3 ملاعق كبيرة من الزبدة غير المملحة، وابشر فوقها 4 فصوص ثوم. حرك جيداً حتى تذوب الزبدة تماماً. أضف البقدونس المفروم وعصير ليمونة واحدة وقلب لمدة دقيقة. أعد شرائح السلمون إلى المقلاة واسكب فوقها خليط الزبدة والثوم والبقدونس. والوصفة جاهزة. نلتقي في الوصفة القادمة.